السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض العيش المصري. شايفين الأول العيش كده جميل ازاي وشكله مبهر ازاي؟ بجد يا جماعة بصوا كده واتفرجوا على العيش. عايزة أقولك لو عمرك ما عملت عيش مصري في البيت، العيش دوت ريحته بتفكرك بأيام زمان، والطعم أحلى بكتير من أي عيش جاهز. النهاردة هقولك على الطريقة الصح اللي تخلي معاكي العيش كده هاشش وطري واقتصادي جدا جدا. مستعدين بقى نكتشف السر؟ تعالي تابعوني كده للآخر. أول حاجة هنصلي على النبي وتعالي نخش على المقادير. اول حاجه انا جبت كوبايتين كبار من الميه الدافيه، بعد كده حطيت عليهم، شايفه، حطيت كوبايتين كبار من الميه الدافيه، حطيت بعد كده عليهم معلقتين كبار من السكر. بقول لك انا بحط كمان خميره بيره، معلقه كبيره خميره بيره. طب ليه خميره بيره؟ الخميره البيره بتدي ريحه حلوه وطعم جميل جدا للعيش البلدي يا جماعه، بفكرنا بروايح زمان والخير كله. بجد ريحه العيش كده خير وبركه وبتملى ريحه البيت كله بجد يا جماعه. دلوقتي بقى ايه، انا ركنت بقى ايه الميه والخميره كده عقبال ما اوريكم الفرق بين الدقيق الاسمر والدقيق الابيض. الدقيق الاسمر انا حطيت هنا يا جماعه 4 كوبايات من الدقيق الاسمر، يعني نص كيلو من الدقيق الاسمر كامل الحبه اهو، بوريكي المعلقه اهو، وبوريكي الدقيق اللي هو الفاخر متعدد الاستعمالات. حطيت 4 كوبايات من الدقيق اللي هو الاسمر، وحطيت هنا هو 3 كوبايات من الدقيق الابيض متعدد الاستعمالات. تمام، بقول لك من الكوبايه المعياريه. بعد كده احط معلقه صغيره، بقول لك من المعلقه ديت معلقه صغيره من الملح، معلقه كبيره. ليه الملح هنا يا جماعه تملي معلقه كبيره؟ ان هنا الملح ضروري جدا، بيخلي اللقمه كده تبقى هشه كده، بتفرق معاكي في الفرن ويخلي اللقمه تنطر معاكي في الفرن، تخليها تتنفخ وتخليها جميله جدا. تمام، وطبعا طعم الملح بيظهر في العيش ويخلي طعمه جميل جدا، فضروري معلقه الملح صغيره. بعد كده فضلنا نقلب في العجين نشوف كده قوامه، لو محتاج ميه هنحط، انا بقول لك كان محتاج ميه فحطيت له ميه. بعد كده هبتدي اعجن فيه، انا كده استكفيت من الميه. انا عندي عجان بصراحه يا جماعه واستسهلت وهحط بقى في العجان، بقول لك شايفه القوام بتاعه طري كده، ده اللي انا عايزاه. انا هبتدي اعجنه في العجان، انت ممكن تعجنيه عادي في طبق، بس اهم حاجه تعجنيه عجنه كويسه تخليه طري كده معاكي كويس، الملمس بتاعه يكون، شايفه الكره بتاعته ملمسها ناعمه ازاي وحلوه. بعد كده بقى ايه، انا عجنته 10 دقايق، بعد كده هحطه في بوله وهغطيه لمده نص ساعه كده في مكان دافي، غطيته بكيس اهوت، وهبتدي بعد كده بقى ايه هركنه في مكان دافي لغايه ما تضاعف حجمه. بعد ما خمر كده وعلي زي ما انت شايفاه كده اهوت اهو، شايفه، هبتدي اطلعه وابتدي بعد كده بقى اقطعه. الكور انا قطعت هنا يا جماعه 19 كوره كبار. تمام، لو انت عايزه تقطعيهم صغيرين ممكن هنا تقطعي هنا 10 كور او 9 كور من الصغيرين. تمام، بعد ما قطعتهم من اهوت، يعني نقول الوزن الكوره هنا اهوت كده ممكن 80 جرام، من 80 ل 60 جرام. تمام، لو انت عايزاه كبير 80 جرام. تمام، فضلت كده اكور كده، قطعت وابتدي اكور كده، انا عايزه ملمس الكوره ناعم ومش كده ايه متقطع ولا اي حاجه، زي ما انت شايفاه كده اهو. بكور كده الكوره بتاعتي، اخلي الكوره ملمسها ناعم وحلو زي ما انت شايفه. واهم حاجه بعد ما بكور بروح بقى ارصه في صينيه ورشه تحتيها دقيق، وابتدي اغطيه بكيس وايه، واغطيه بعد كده بفوطه. ليه؟ عشان ايه؟ يكون الكره بتاعتي ملمسها ناعم وحلو وما تنشفش معايا، ضروري جدا اغطيه عشان ما تنشفش معايا. سبته ربع ساعه بالظبط يستريح كده ويعلى معايا، ضروري جدا الخطوه دي يا جماعه. بعد كده جبت بقى رشيت حبه كده من الدقيق الكامل، الحبه اللي هو الدقيق الاسمر، ضروري جدا ارش دي عشان ايه العيش بتاعي ما يلزقش. بعد كده بجيب العيش بتاعي وببتدي افرده كده بالراحه وما اضغطش على الرغيف، يعني مش هموته، لازم ايه بالراحه كده يا جماعه، امشي مع النشابه كده بالراحه كده واقلبه من الناحيه التانيه وافرده. اهم حاجه اوعي تموتي الرغيف عشان لما اجي يستوي او يتخمر معايا ولما نيجي نسويه يرتفع معايا. لو موتنا اللقمه مش هتنطر معانا، مش هيبقى فيه روح كده انها تنطر، فاهماني؟ فاهم حاجه اللي احنا نفرده فرده كده تكون سمكها حلو. بعد كده النقطة المهمة اللي أنا بعملها وبعتمدها وبتاعة الأفران، إن أنا بجيب كوباية من المية، الحركة دي أنا بعملها، كوباية من المية وأحط فيها معلقة عسل أسود وأقلبهم مع بعض وأحطهم في بخاخ، وبعد كده بخ بختين على الرغيف وارصهم بقى ايه عندي ايه على فوطه او حاجه. طب انت بتعملي البخه دي ليه؟ بتدي لون جميل جدا للعيش وهو داخل الفرن، بتدي له لمعه وتخلي طعمه شكله حلو وطعمه جميل جدا، ودي ايه السر اللي بتوع الافران العيش البلدي بيعملوها. تمام تمام، يا رب تكون المعلومه ايه واصله. بعد كده جبت الرغيف التاني واديت رشه حلوه من الدقيق الاسمر، وبعد كده هو ببتدي اخد الرغيف وافرده كده بالراحه. تمام، اخلي السمك بتاعي حلو، ولا تخين ولا رفيع. تمام اهو. وبعد ما خلصته برش الرشه ايه من الميه اللي هي بالعسل ايه الاسود، معلقه صغيره من العسل الاسود وكوبايه ميه يعني. بقول لك ده السمك اللي انا عايزاه. بعد كده رصيته بقى بقول لك في فوطه وبغطي عليه وبسيبه كده من نص ساعه لساعه في فوطه كده، لازم اغطي عليه عشان العيش عندي ما يقشرش
ولا ينشف مني. بعد ما يخمر معايا ابتديت بقى اجيبه كده في الفرن، والفرن بتاعي اكون مسخناه قبلها بتلت ساعه، وادخله كده في الرف كده اللي هو ايه اللي في النص، والشوايه عندي شغاله والفرن شغال. واهم حاجه الصاج بتاعي اسخنه حلو، درجه حراره عاليه خالص، عشان لو سخن حلو هو اللي هيرفع معايا اللقمه. شايفه اللقمه روعه جميله، شايفه العيش جميل ازاي واتنفخ معايا. لو الصاج بتاعك سخن وحلو هو اللي بيرفع معاك اللقمه. تمام. يعني مش شرط ايه، عشان احنا البوتاجاز بتاعنا ده بوتاجاز يا جماعه بيتي، مش بوتاجاز بتاع افران، بيختلف. يعني عندك درجه الحراره بتوصل 350 300، اهم حاجه تكون ايه عاليه. بعد كده ما خد بقى اللون والشوايه كده اديته اللون الجميل. شايفه الارضيه، شايفه اللقمه المنفوخه ازاي. اهم حاجه اول ما تطلعيه من الفرن بتحطيه كده في كيس كده اهوت، وتقفلي عليه عشان يبقى طري معاك وزي اللوبيا. طب لو انت عايزاه ناشف بتسيبيه كده زي ما هو كده، وتسيبيه بقى هينشف معاكي عادي لو انت عايزاه ناشف، يعني مش تغطيه. تمام. شايفه بقول لك منفوخ ازاي، التلاته اتنفخوا. فتح الشوايه من تحت ومن فوق. ما عندك الشوايه عادي بتحط في الصاج يكون سخن، وتبتدي بعد كده ايه، اول ما ابتدي يعلى معاكي بتطفي من تحت وتولعي الشوايه. شايفه العيش جميل ازاي، شايفه الارضيه جميله متحنيه من فوق ومن تحت، جميل جدا. اعملوا العيش البلدي في البيت يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين، رمضان داخل، اعتمدوا الطريقه ديت. لو عايزين اي حاجه اكتبوا لي تحت في التعليقات. بعد كده تاني تسويه بقى حبيتها، اللي هي ايه الصاج ايه جريل عندك او طاسه عندك تكون سخنه، تسخنيها حلو يعني. وبعد ما بتسخنيها حلو وتروح حاطه الرغيف بتاعك كده هوت، ونبتدي كده هوت ايه، لو الصاج سخن عندك بيرفع اللقمه. طب محتاج مساعده بنبتدي نساعده كده، ونبتدي اول ما ياخد اللون يعني يتنفخ معانا نقلبه من الناحيه التانيه ياخد اللون. وبعد كده بايه بنشيله. بعد ما بنشيله اهم حاجه عشان العيش يفضل معانا طري وحلو كده، اول ما بتشيليه بترفعيه من على الطاسه او تطلعيه من الفرن، بتحطيه في كيس وتقفلي عليه. البخار اللي جوه بيخليه يفضل معاكي طري وما ينشفش منك. وده كان العيش المصري بطريقه سهله وطعم روعه بجد تحفه يا جماعه. شايفينه بيتفتح ازاي من الناحيتين وجميل جدا. انا نسيت اقول لك في اول العجن ايه سر الطراوه اللي بيخليه جميل كده هوت، ان انت لما بتيجي تعجنيه في الاول بيبقى كده لازم تسيبي له كده سن التلزيقه في العجين، بتخليه كده هوت يعني طري شويه. دي اللي بتخلي العجينه بتاعتك او العيش معاكي بيبقى خفيف، وده السر اللي بيخلي العيش يطلع طري وهاشش زي ما انتوا كده شايفينه. جربوه هتحسوا بالفرق يا جماعه. شايفين اللون؟ عايزه اقول لكم اللون ده كمان بسبب الرشه اللي هي الميه بالعسل الاسود، جميله جدا، خلت معانا اللون احمر كده من فوق ومن تحت كده، بجد تحفه يا جماعه. يا ريتكم تجربوا الطريقه دي. كل سنه وحضراتكم طيبين. دلوقتي انا باكله بزبده فلاحه، انا عاملاها في البيت وانتوا عارفينها انا بعملها في البيت. الجبنه الفلاحه وبروحوا لها في الفيديو عشان سحور رمضان، والعسل النحل. اي حاجه عايزين اكتبوا لي تحت في التعليقات انا برد عليها. ما تنسوش تعملوا لنا لايك عشان يرفع معانا الفيديو. انا خلصت الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.